البلد مش بتاعتك، كنت على رأس النظام، والشعب المفروض هو اللي بيحصل. الشعب دلوقتي مش عايزك، وانا واحد من الشعب وبتشرف كل واحد من الشعب. يا سيادة نائب الرئيس، انا على الهواء. نعم، نحن نسمعك سيد الرائد. يعني انت انضممت الان الى المتظاهرين. انضممت بمحض ارادتي وبطالب. انا كان معايا سلاح، كلمته لاحد الضباط عشان هي ثوره سلميه شعبيه، كلمته لاحد الضباط اللي بدوره هيقوم يسلمه لوحدتي. انا كلمت مع سيادة الرئيس وارجو ان هو يستجيب. احنا كتير بس كلهم مستنيين الشرارة الاولى، كلهم مستنيين حد ينفع، حد يتكلم. احنا جزء من الشعب لا نتجزأ منه. احنا مهمتنا ان احنا نحميه، مش ان احنا نحمي النظام. يا سيادة المشير، مهمتنا نحمي الشعب ما نحميش النظام. يا سيادة المشير، انت جزء من النظام، انت جزء من النظام. الرئيس بقاله 30 سنة بيحكم وانت بقالك 20 سنة وقررت المؤسسة العسكرية. خطرت ما خطرت يا عادي، ارجوك انت كمان امشي. يا سيادة الرئيس انا عنان، ارجوك قوم بدورك. يا سيادة قائد المنطقة المركزية قوم بدورك. يا سيادة قائد الحرس الجمهوري قوم بدورك. الناس دي لازم تمشي، الناس دي لازم تمشي. يعني انت تريد ان تكون الكلمة للجيش للعسكريين في مصر في هذه اللحظات، وانك كما هو واضح من كلامك تشعر بان الان الدور يجب ان يكون للقوات المسلحة المصرية في حسم الموقف. هل هذا ما تريد ان تقوله؟ الدور يجب ان يكون للقوات المسلحة في انهاء هذه الحالة اللي احنا فيها بقالنا اكتر من 17 يوم. الشعب مش عايزه، لازم يمشوه. البلد كلها وقعت وانتم اللي مسكتوها، انتم اللي حمتوها. رحموا الناس دي، مشوهم. الناس دي مش عايزينهم، الشعب مش عاوزهم. انا عايز اوجه كلمة للسيد نائب رئيس الجمهورية. اسمح لي يا سيادة نائب الرئيس، كنت على رأس جهاز الامن القومي المصري الذي كان يشهد له بالكفاءة. ماذا قدمت لمصر وانت على رأس هذا النظام؟ قدمت لمصر ايه وانت على رأس هذا النظام؟ حميت فلوس المصريين انها تخرج بره، حميت فلوس المصريين تتسرق وتطلع كلها على بنوك سويسرا والغرب. حميت الفسد والمرتشين، حميت الشعب من الفسد والمرتشين. عملت ايه للبلد؟ عملت ايه في قضية السودان؟ عملت ايه في انفصال الجنوب عن الشمال؟ عملت ايه؟ انت لم تقدم جديد، وفي قضايا كثيرة ودي فيها جهاز المخابرات العامة لا مجال للذكرها دلوقتي. انا مش عايز اتكلم فيها دلوقتي، لكن اللي عايز اقوله للناس، انا خدت قرار من تلقاء نفسي والحمد لله ربنا وفقني وقدرت. الشعب دلوقتي هو اللي بيحميني، انا جزء من القوات المسلحة لا اتجزأ. القوات المسلحة مهمتها حماية الشرعية الدستورية، وانا شايف ان رئيس الجمهورية الان والنظام باكمله سقطت شرعيته. ارجوكم وصلوا كلامنا للناس، النظام سقطت شرعيته. يا سيادة المشير ارحم. يا رئيس اركان حرب القوات المسلحة قوم بدورك. انت وقائد المنطقة المركزية، يا قائد الحرس الجمهوري قوم بدورك. شكرا. ووصلت رسالتك، ولابد ان كثيرون من افراد القوات المسلحة وربما مسؤولين كبار في القوات المسلحة يستمعون الى هذه الكلمة التي خرجت لأول مرة من ميدان التحرير من رائد في صفوف القوات المسلحة انضم